بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو النهارده بإذن الرحمن 20/5/2024 عرض تحدي الأسعار والفرز والضمان إن شاء الله مستمر، بس احنا بنخليه كل 3 أيام عشان الأسعار زادت عليت، فالأسعار بتكون أو العرض 3 أيام. تحدي في إيه؟ أنا قلت لناس كتير أوي ابعتوا لي أسعار عشان أخلي العرض لما أقول أرخص سعر في مصر يبقى إن شاء الله أرخص سعر في مصر. الفيديو اللي فات الناس فعلا بعتت لي أسعار وأنا رحت منزل عشان يبقى العرض فعلا مش كلام. افضل سعر، افضل ضمان، اطول فتره ضمان، فرز ان شاء الله. شاشات ال 27 وال 32 احنا رفعنا الضمان بتاعها بدل 3 شهور وسنه على البورده 4 شهور وسنه على البورده. ماشي، انا ما رضيتش اصور من تحت عشان لسه برضو بينزلوا في شغل بينزل المخزن، فقلنا هنصور من هنا. هنبدا بسم الله بال 24 بوصه. اول حاجه عندك ال 24 بوصه الدل الالترا شارب يو 24 12 ام 1920 على 1200 ريزوليشن، ابعاد 16 على 10. المداخل ديسبلاي وفيجا ودي في اي 60 هرتز سرعه استجابه 5 مللي. كل الشغل 60 هرتز. لو في حاجه 75 هقولها عشان كتير عمال يقول لي انت ما بتقولش الهرتز ليه؟ احنا استيراد فالكل بيجي 60 او 75، ما عنديش 144 او 165. طيب دي عامله كام؟ الفرز الاول احنا عرضناها الفيديو اللي فاتت ب 1600. الفرز الاول بقاعده دل متحركه من غير كابل باور، هيطلع معاها المره دي كابل باور. بما ان الشغل كتير وعايز اعرض شغل كتير وما اطولش في الفيديو، فانا بعرض شاشه وهقول لك عندي تاني منها ايه. نفس الشاشات برضو نفس الاسعار. عندك طبعا الزد ديسبلاي زد 24 اي، ودي كام قطعه جايين بالقاعده الاصليه عشان موضوع القواعد الاصليه. زد 24 اي نفس الشاشه، اس ار جي بي 99% وادوبي 74%، ابعاد 16 على 10 1920 على 1200. دي ودي شاشه واحده مواصفات واحده بانل واحد. دي بقى الاتش بي اي 24 1 اي 1920 على 1200 ابعاد 16 على 10، ولكن الاس ار جي بي هنا 90% مش 99%. دي تنزل عنها يا محمد 100 جنيه يعني 1500. يبقى معاك دي من اول 1500 فرز اول بالقاعده معاها كابل الباور، ومعاك دي 1600. عندي كذا موديل تاني مش حاجه واحده، يعني موديلات بسيب لكم ان شاء الله باذن الله. المره اللي فاتت انا كتبت كل موديل تحت الفيديو بسعر، ما تعملش حاجه في التليفون عادي سيبه زي ما هو، لو بيزوم عليه خليه يزوم. بكتب لكم كل موديل ان شاء الله بسعره، هيبقى على بكره مش النهارده. الفيديو بينزل النهارده، الموديلات اللي جت بقعد بقى ايه اراجع الموديلات واشوف لو حاجه واحده بس ما اعملهاش يبقى كميه اروح منزلها. طيب عندك بقى الفليبس، الحاجات الاتش بي، الحاجات الدل اللي فيها اتش دي ام اي دول ديسبلاي وفيجا ودي في اي. الشاشات بقى الاي بي اس اللي فيها مدخل اتش دي وديسبلاي وفيجا، عندي فيليبس وعندي دل وعندي اتش بي عامله 2000 الفرز الاول معاها كابل الباور وكابل الاتش دي. يا محمد الضمان على ال 24 وال 23 وال 22 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورده، انما ال 27 وال 32 ال 4K 4 شهور وسنه على البورده. ده كده بالنسبه لل 24 اللي بفريم. عندي اللي من غير اتش دي وب اتش دي 1500 1600 2000. اللي فيها ديسبلاي وفيجا ودي في اي معاها كابل الباور، اللي فيها اتش دي معاها كابل الباور وكابل اتش دي ام اي. ده كده اللي بفريم. ندخل على الفريملس. 24 بقى اي بي اس فريملس. الموديل ده حلو جدا. التي 24 اي ده داش 20 مش داش 10. ده لسه الشغل جاي من يوم او يومين، لسه جاي الشغل دوت. تي 24 اي داش 10 لينوفو اي بي اس 1920 على 1080 ابعاد 16 على 9. المود اللي فيها اللو بلو لايت، ده مود كويس جدا في ناس بتدور عليه. دي عامله 2500 الفرز الاول بالقاعده بدون كابلات 24 بوصه اي بي اس فريملس. اللو بلو لايت موجود فيها 24 بوصه اي بي اس فريملس. عندي حاجات من اول 2300 لغايه 2500 بدون كابلات. بالكابلات باور واتش دي او باور وديسبلاي 2700. تمام كده. يبقى عندك ال 24 بوصه الاي بي اس الفريملس من اول 2300. في ابعاد 16 على 9 وفي ابعاد 16 على 10 وفيها سماعات. عندك السيمنز الالماني وموجود من السيمنز الالماني اس ار جي بي 100% وادوبي 77%. 2 ديسبلاي واتش دي
وسماعات واي ار جي بي 100%. 2700 الفرز الاول بالقاعده والكابلات، وعندك 2300 الاي او سي من غير كابلات، من غير كابلات. 2300 2500 2000 تقريبا 500 2500 من غير كابلات. من غير كابلات. بالكابلات هنزيد دول مع دول 200 جنيه لو هياخد الديسبلاي اسمه ايه ده، لو هياخد الديسبلاي والباور. لو الاتش دي والباور يبقى 100 جنيه. حلو كده؟ يبقى 100 جنيه، يبقى 2400 باور واتش دي، 2600 باور واتش دي. دي تقريبا هي اللي زياده 50 جنيه ولا حاجه، برضه هكتب لكم الموديلات. تمام؟ يبقى عندك ال 24 بوصه الاي بي اس الفريملس من غير كابلات من 2000 وكام؟ 2300 2500. طيب عندك 2 كي في ال 24 بوصه، موجود ديل 2 كي في ال 24 بوصه، وموجود لينوفو اي بي اس فريملس 24 2 كي اس ار جي بي 99. عند الديل بي 24 18 بي 24 18 دي 2560 ريزوليشن على 1440 بي 24 18 دي. تمام كده؟ كام؟ 3250 الفرز الاول بالقعده والكابلات. وعندي منها اللينوفو دي بي 24 كيو داش 10. عند ده الموديل اللي هو بي 24 كيو داش 10 الفرز الاول بالقعده والكابلات 3250 بي 24 كيو داش 10. كده 1080 عشان خاطر انا مشغلها مع العرض في الفيديو كله في العرض. ده بالنسبه لل 24 بوصه الاي بي اس الفريملس، برضه بفضل الله موجود كميه كبيره. موجود اي او سي لينوفو، فيجيتسو سيمنز، في اتش بي زد 24 ان جي 1 موجود، يعني برضه الحمد لله موجود كتير. وموجود ديل الترا شارب اليو 24 17 اللي جه في اخر شغل. في فرز اول وفي فرز تاني. الفرز الاول تقريبا برضه هيعمل 2500 ديل الترا شارب، بقالنا كتير قوي ما عرضناهاش. يو 24 17 اتش. ومش عارف ايه اللي جه في البي. بعد ما نخلص الفيديو ان شاء الله يا محمد نبقى ننزل نكتب كل الموديلات. ده بالنسبه لل 24 بوصه الاي بي اس الفريملس. امبارح حد يقول لي صور لي دي، بس مش عارف اصورها فيها شغاله معلش. 2700 يا محمد، 2700 اللي هي في العروض دي 2700 بدل 3000 جنيه، وكانت 3000 ونص كمان في الفتره اللي فاتت. عندي منها حوالي 4 شاشات 2700 الفرز الاول من غير كابلات. دي معاها الادابتور بتاعها اللي هي دي اكس 24 داش 20 لينوفو اكس 24 داش 20 1920 على 1080 ابعاد 16 على 9 اس ار جي بي 99%. الاصدار بتاعها 2021 بالقاعده الاصليه دي 2700. كده ال 24 بوصه زي ما قلنا فيه الحمد لله تشكيله كبيره جدا من ال 24. نيجي بقى عشان ما نطولش، عشان لسه عندي 4 موديلات ولا 5 32 4K، وعندك بتاع 6 موديلات ديل من ولينوفو من ال 2K. نيجي بقى لل 2K 27. نيجي بقى لل 2K، بس احنا غلطنا وركبنا ال 4K. هنعمل ايه بقى؟ هنبدا باول حاجه ديل الترا شارب يو 27 19 دي سي اللي هي تايب سي. احنا شغلنا ال 4K بتاعها. ال 2K نفس الشاشه بس سليم شويه. دي ال 4K. ال 2K بقى سليم نحيفه جدا 2021 او 2020 موجودين في المخزن. دي بقى ال 4K. عندك الديل الالترا شارب اليو 27 19 دي سي 2K 60 هرتز اس ار جي بي 99%، ديسبلاي تايب سي اتش دي ام اي فيها الثلاثه. لما بشغل تايب سي قلنا المعلومه كتير جدا، بشغل تايب سي من اللاب او من الموبايل بتشتغل. الموبايل بيشتغل على الشاشه عادي خلاص، بيشتغل معايا كل مخارج اليو اس بي. بوصل فلاشه، بوصل كيبورد، بوصل ماوس زي ما انا كده شغال اهو. شغال الماوس من الشاشه عادي. كابل التايب سي لما بوصله من اللاب او من الموبايل خلاص اليو اس بي بيشتغل مكان كابل البرينتر. اليو اس بي بيشتغل، بشغل كيبورد، بشغل ماوس. ولو انا مشغل تليفون زي ما انا مصورها قبل كده اول امبارح على القناه، لو انا مشغل تليفون برضو تليفون هيعرض على الشاشه مباشر مفيش مشكله، وهيشغل لي بقى فلاشات ويشغل لي كل حاجه. طيب عندك الديل الالترا شارب اليو 27 19 دي سي. احنا قلنا عامله كام؟ 6 فرز اول بالقعده والكابلات. 4 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. دي عامله 6 اللي هي ديل الترا شارب يو 27 19 دي سي. عندي بقى الديل البي البروفيشنال بتاعها نفس الشاشه، احدث في الاصدار بي 27 23
دي اي برضو تايب سي 3.2. تاني بقول كل الشاشات 60 هرتز، كل الشاشات 60 هرتز عشان موضوع الجيمنج. ديل بي بروفيشنال بي 27 23 دي اي، دي برضو 6 ولا 6 ونص؟ دي 6 ونص تقريبا. هشوف لكم الاسعار بتاعتها. 6 يا 6 يا 6 ونص عموما، يعني هما الاثنين يا 6 يا 6 ونص. هرجع برضو اكد على الاسعار وهنشوف الفيديو اللي فات. تمام. 4 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. طبعا ده الفرز الاول، وبقول العميل طبعا تيست براحتك. معاك كابل الباور ومعاك كابل الاتش دي او الديسبلاي، اتش دي او الديسبلاي ده برضو من ضمن العروض. مفيش حد بيطلع اصلا كابلات اصليه اوريجينال. كابلات الديسبلاي الاوريجينال النهارده الكابلات اللي احنا جايبينها تعدي ال 250 جنيه. ده بالنسبه كده للديل الالترا شارب اليو 27 19 دي سي. وعندك ال بي 27 23 دي اي. وعندك اللينوفو البي 27 اتش داش 28 برضه 2 كي. فيها اوبشن سماعات داخليه. الاوبشن زياده فيها سماعات داخليه. فيها سماعات داخليه وعليها دي سي اي بي 3، وبرضه فيها مود اللو بلو لايت. في اوبشن كتير في الشاشه دي ما شاء الله، وفيها سماعات كويسه جدا. والاصدار بتاعها 2021 2021 22 9 2021. شاشه برضه حديثه وممتازه. تايب سي زي ما انا مشغل تايب سي برضه نفس الكلام. هشغل فلاشه والتليفون هيشتغل عليها صوت وصوره وشحن وكل حاجه. دي احنا قلنا 5200، اخر مره كانت من غير كابلات، هتطلع معاها باور واتش دي كمان. 5200 داخل العرض. 5200 المره اللي فاتت كانت 5200 من غير كابلات بدون كابلات. النهارده بالكابلات كمان. تمام ماشي. يعني برضه بقول هرجع لكم ان شاء الله على الموديلات تاني كابلات او بدون. عامه احنا كل الشاشات النهارده عارضينها بكابلات، وال 24 العاديه ام 1500 معاها كابل باور. ليه؟ لان الناس لما بتقارن اسعار بيقول لي في فرق 50 جنيه، ممكن يكون ال 50 جنيه في الكابل، في الكابل بتاع الباور. يعني الناس بتقول لي انت ب 1650 في الموديل الفلاني وهو موجود في السوق ب 1600، فانت ما نزلتش حاجه. بقول له لا، بكابل الباور. شيل كابل الباور، وكانت ب 1600 النهارده خليناها ب 1500 ومعاها كابل الباور. يبقى عندك اللينوفو وعندك الديل. عندك ايه يا محمد تاني؟ عندي حته كده نظيفه قوي اللي هي تقليد الاسوس برو ارت اللي هي الفيسونيك تايب سي وسماعات و2022 اللي هي في اكس 27 داش 56 2 كي تقريبا 6 ونص. هكتب لكم الموديل بتاعها او اعملها فريلز. طيب ال 27 معاك من اول والجوجل نسينا الجوجل من اول 4750. 4750 الجوجل موجود في المخزن. كانت بدون. كانت بدون، لا بكابلات. تمام. بالكابلات 4750 بالكابلات. 4750 5200 6 ونص. ده بالنسبه لل 27 ال 2 كي اللي هو الديل واللينوفو والجوجل. 4750 بالكابلات، 5200 بالكابلات، 6 او 6 ونص على حسب ما اكتب لكم برضه ان شاء الله الاسعار بالكابلات. طيب 27 كله بالكابلات. 27 كله بالكابلات وكله ضمان 4 شهور تيست استبدال وسنه على البورد. زودناها شهر ال 27 ال 2 كي وال 32. تمام. طيب نسينا حاجه في ال 27 تاني. يعني في فيسونيك وفي ديل وفي اللينوفو وفي الجوجل وفي النهارده لو لسه في حاجه بتنزل في الشغل الجديد هننزلها او هنعرض في الريلزات. احنا بنعمل ريلز كده اللي بيجي منه كميه واروح عامل منه ريلز عشان اللي بيقعد يتشاف كتير. ده بالنسبه لل 27 ال 2 كي. وبقول برده كله فرز اول وان شاء الله معاك الكابلات. دي ايه؟ دي اللي هي شغاله اللي هي بي 23 دي 23 دي ايه. طيب نيجي لل 4 كي. ال 4 كي عندك الديل الالترا شارب دي ار جي بي 100% اللي هي يو 27 20 كيو. دي فيها دي اس ار جي بي وادوبي ار جي بي ودي سي اي بي 3 واتش دي ار. عليها اتش دي ار 10. الاتش دي ار بتاعها 400 وتايب سي. طبعا هي موديل معروف ديل الترا شارب يو 27 20 كيو. ده لا دي محجوزه 27 20 كيو لسه زي ما هي سعرها 9 ونص. ده من الشغل القديم. يعني عندك 9 ونص الفرز الاول بالقعده والكابلات. رغم ان في شاشات نازله في الشغل الجديد. صح احنا جبنا ال 32 ولا لا؟ ال 32 الجي 2 جت. يبقى هنزل صورها من تحت. جت في الشغل الجديد. يبقى ان شاء الله في ال 32 الاتش بي زد 32 ان جي 2 ال 4 كي هتعمل لها 9 ونص في الرينج ده. صح كده؟ صح. الفرز الاول بالقعده وبالكابلات. يبقى عندك بص دي سعر قديم، تكلفه قديمه،
نازله النهارده ال 32 بسعر ال 27. هتقول لي ليه؟ اقول لك تكلفه، ده غصب عني مش بمزاجي. لذلك بقالي كذا فيديو بقول الشغل لما بيكتر الاسعار بتتغرق في السوق، كله بيحرق كله بيحرق وكله عاوز يبيع للامانه وبما يرضي الله. بقالي شهرين 3 بقول احنا مش مرتبطين على فكره بالدولار، مش رقم واحد بيتحكم في السوق الاستيراد، الدولار بيتحكم في سوق الاستيراد ان انت فيه شغل ولا مفيش. ممكن يكون الدولار مش غالي وب 70 وب 80 بس السوق غرقان شغل، وممكن يكون ب 40 وب 35 بس هو مفيش شغل او محدش بيطلع شغل، فالشغل غالي. يقول لك والله غالي، عاجبك خد مش عاجبك ده نظام موردين. طيب عندك حاجه ثانيه 4K؟ نيجي بقى لل 32. خلاص كده ندخل بقى على 32 عشان عايزين نشغل شاشتين 3 جنب بعض. ادينا بقى مشغلين كده يا محمد الجوجل، امسك كده حاول تركز على الشاشتين. انا مشغل الجوجل بقى اللي بفريم اللي هي ب 5200، ومشغل اللينوفو تي 32 بي داش 20. انت خلصت البي 32 بي داش 20، ما عندكش ولا قطعه ولسه منتظر منها الدفعه الجديده. دي بقى اللينوفو 32 4K 10 بت عمق الوان برضه تايب سي. الاثنين يعتبر نفس الشاشه، دي 5200 ودي 10 عشان دي فريملس. طيب الجوجل الجي ان 32 32 ايه اللي ما حدش لاقي لها اي تفاصيل، احنا كلنا كل اللي بيشتغل فيها تايه على عشان هي شاشه معموله لموظفين جوجل كروم، فما لهاش اي سايت يقول لك هي ايه ومواصفاتها ايه وتفاصيلها ايه. طيب في ناس بقى في المراجعات اللي بره، ثواني، في ناس في المراجعات اللي بره انا منزل صور ليها مشغله على 1080 12 بت، وفي ناس بتقول لك انا شغاله عندي 8 بت، وفي ناس كتيره جدا شركات جرافيك وديزاين، يعني واخد مني واحد 7 من العاصمه الاداريه شغال جرافيك وديزاين، هي شغاله معاها 10 بت. في واحد مشغلها 1080 بيقول شغاله معايا 12 بت، لا هي 10 بت، اس ار جي بي 100%، ادوبي 99%، وعليها دي سي اي بي 3. يعني المراجعات اللي بره كلها مؤكدين موضوع ان هي فيها دي سي اي بي 3، وفي ناس كاتبه ان هي اتش دي ار، بس انا ما بقولش ان هي فيها اتش دي ار، انا ما ببيعهاش على ان فيها اتش دي ار، ولا ببيعها من زمان على ان هي اصلا فيها دي سي اي بي 3. طب ايه اللي يخصني او ايه المقياس اللي احنا بنقيس بيه؟ في عندي ناس كتيره واخداها مهندسين اديت وجرافيك واشعه وسونار، والناس اللي بتدي كورسات ودروس اديت وجرافيك وصور. شاشه الله اكبر مش محتاجه، اعمل مقارنات بينها وبين اي شاشه 32، الله اكبر الشاشه مش محتاجه اي حاجه. بص بقى انا مشغل لك الشاشه على فول اتش دي، مشغلها اتش دي، ومشغل دي تايب سي، يعني انا مشغل اللينوفو تايب سي. انا هحاول بس اشغل الصوره، وعايزك تركز يا محمد على الشاشتين في صوره واحده بحيث ان نشوف الالوان، رغم ان انا مشغل ال 4K على اللينوفو ومشغل ال اتش دي على الجوجل. لو عكست حلوه قوي الصوره دي، يعني باينه كده مظبوطه. اللون برضو بقدر اغير من كل، انا كده مشغل فعلا على ادوبي ار جي بي. الشاشه دي فيها ادوبي ار جي بي، ونادر لو لقيت شاشه فيها مود الادوبي ار جي بي. دي فيها الستاندرد وفيها الاس ار جي بي وفيها الادوبي ار جي بي، فهنا الادوبي ار جي بي. يعني انا بص فول اتش دي، امال لو شغلت دي على 4K ودي على الفول اتش دي يبقى انا اخد ام 5 ولا اخد اللينوفو عشان اللينوفو معروفه وماركه وفريملس والاثنين يعني دي احدث في الاصدار، ولا اخد جوجل؟ في ناس بتخاف من ان هي مش عارفه جوجل، لا جوجل شاشه نظيفه جدا محترمه جدا معموله لموظفين جوجل كروم، وتقدر تلعب بقى في الاعدادات وتقدر تلعب بقى في كل مود انت عايزه، بس يكون الاثنين شغالين على لاب واحد، نفس اللاب الاثنين يكونوا شغالين تايب سي. المفروض كنت تجيب لاب تاني ونشغل الاثنين تايب سي. ماشي، نحاول برضو نشغل نعمل فيديو بيهم. في حد كان بيقول لي انا عايزك تعمل مقارنه بينها وبين اللينوفو، او في حاجات تانية، في الايزو الياباني وفي جي 2 لسه هننزل نصورها النهارده. يبقى عندك الجوجل 32 اي بي اس 4K 10 بت تايب سي ديسبلاي اتش دي، نفس الشاشه نفس المواصفات، دي احدث، دي فريملس، الفرز الاول بالقعده والكابلات عامله 10، دي الفرز الاول بالقعده والكابلات. المره اللي فاتت كانت 5400 بالقعده والكابلات، المره دي 5200 ومعاك الكابلات. يعني كده نزلت لك كمان في حاجات 200 جنيه عن الفيديو اللي فات. تمام؟ لغايه ما حد يبعت لي اسعار لقاها ارخص من، يعني هو معلش والله ما بتحدى حد، والله هو عرض من الشركه. الحمد لله انا بفضل الله انا شغلي كله شاشات، يعني كل شغلي انا لا ببيع شاشات واجهزه وبتاع، انا مركز قوي في الشاشات. 98% من شغلي شاشات بس فقط لا غير، فلذلك انا بحاول يكون عندي كل الشاشات جميع الموديلات وجميع المقاسات، وبحاول اكون اول واحد في مصر يستلم من الموردين كلهم، لان ده شغلي. احنا 3 فروع بفضل الله وشغلي كله شاشات بس. فانا يعني ايه
مش بتحدى حد، انا بتحدى بعمل عرض 3 ايام في 3 ايام، لان الحمد لله بفضل الله عندي شغل كتير وجاي شغل كتير، فانا عاوز اخد شغل من كل مكان، وعايز اخد كل الشغل النظيف اللي موجود في مصر، اكون اول واحد استلم شغل زي ما احنا بفضل الله دايما بنعمل. احنا فريق في الشركه كامل، كل واحد له تخصصه، معايا فريق مكون من 3 ولا من 4 بيلفوا بس كل المحافظات يجيبوا شغل بفضل الله. تمام كده، ربنا يستر عليهم يعني. يبقى عندك دي 5 200 بالقعده والكابلات، 10 بالقعده والكابلات. الايزو الياباني كانت 10 هتنزلها ل9، لان انت الاسعار عماله تنزل، وجبت الجي 2، الجي 2 هتوصل 9 ونص. ده عرض ال3 ايام اللي جاي ان شاء الله. تمام. برضه هحاول اكتب لكم زي ما قلنا الموديلات بالاسعار زي الفيديو اللي فات باذن الرحمن. في الفيديو دون عايز تقول حاجه؟ لا تمام. تمام كده. في ان شاء الله شغل هننزل بعد ما نخلصوا شغل، ننزل نصور ريلز من تحت، يعني ريلز بال 32 ونعمل ريلز بال 32 دول، بس على الاثنين على نفس اللاب على نفس الكابل، عشان برضه نحاول نشوف نوري الناس المقارنه بينهم تكون مقارنه كويسه. اسف لو طولت عليكم، واشوفكم باذن الرحمن في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.